اتفضلي يا استاذه. اوكي. الرز ده اتغسل واتنقع وكل حاجه، نقسمه بقى على 2. ده يا استاذه قسمهولي على ما اجيب اللبن. اوكي. احنا هنحط الاول اللبن. بصي علشان ما يطلعش منك كتير انا هحط لك اللبن الاول عشان ما يبقاش كتير. ماشي. حطي شويه صغيرين فيه. بصي هنا وهنا كمان. ماشي. واحد هنحليه بالسكر والتاني هنحط عليه شويه ملح. ماشي. يعني هنحط السكر والملح الاول ولا الرز السكر والملح الاول. برام رز معمر حادق، 2 كوب رز مصري، كيلو لبن جهينة، معلقتين كبيرة قشطة، معلقة كبيرة سمنة بلدي، نص معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة فلفل أسود، ونص كوباية مية. برام رز معمر بالسكر، 2 كوب رز مصري، كيلو لبن جهينة، معلقتين كبيرة قشطة، معلقة كبيرة سمنة بلدي، 4 معالق سكر، نص كوباية مية، وفانيليا حسب الرغبة. حطينا اللبن. اول ما هحط السكر كله. حطي السكر كله، ماشي. قلبيه، وبعدين اديكي بقى الملح. الرز المعمر يحب القشطه، بيحب حاجات كتير قوي بتدخل بس قوي بس احنا بنحبها برضه. بتدفي، بحس ان طبعا طبعا بتدفي قوي. طبعا. مشهورين بقى قوي في المحافظات الدلتا بالرز المعمر الحلو والحادق. اتفضلي يا فندم. حط الملح بس. ملح يا فندم. اوكي. ماشي. قلب 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 يا فندم. بس دي ثقة جميلة انك تقوليني. انا بورطك، انا على فكره بورطك، انا بورطك ومامتك هتقول لك بعد كده. مطبخ. بس ماما دي تجربة بس يا ماما عشان عارفة هتقولي اعملي لي زيه. احنا كده بالادله ان حضرتك بتعرفي تطبخي بس كده. دي حقيقة. قسمي لنا بقى الرز على الناحيتين هنا، ماشي. مش كتير قوي يعني، شوفي كده براحتك، حسي انه عدي شويه وبعدين نبقى نزود حليب تاني. اوكي. ماشي. بسم الله. لا اصلا كده كمان كمان. اوكي. شكي كده بالمعلقه دي، شوفي لسه شويه. لا I think this is لسه شوية. ده كده حلو. ده كده تمام. ده كده حلو. ده كان الايه اللي عليه السكر. ده اللي عليه السكر. مظبوط. اوكي. على بال ما تخلصي انا اخلص انا هنا. اوكي. خليها كده. بقى بحط له ايه شويه قشطه. السلام. لزوم لازم باي باي يا رجيم. هو باي باي. وداع يا رجيم. مع السلامة. باي باي. باي باي. حاسة ده كده. ده عايز شويه رز. شوية رز. مظبوط. اوكي. وهنا دكتور يا مريم، فله 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 خطيره. وادي ده الرز المعمر الحلو، احطه هنا عشان اعرف ان ده المعمر الحلو وده الحادق. حادق بقى احط له شويه ايه، كريمه طاقية. ممكن اخد معلقه زيت نضيفه اشتغل بيها، احط شويه صغيرين. في بقى في الفلاحين بيحطوا زبادي على الوش، يعني بيحطوا زبادي يضربوه مع القشطه، يضربوا مع القشطه بدل كريمة الطبخ. كان الطبخ دي حته بقى كده ايه مودرن. حتى جديده. بس احنا هنحط كل حاجه هنحطها، مش فيش حاجه مش ترميش حاجه بقول لك. بالظبط. كل حاجة نلاقي لها. اي حاجه فيها مش رجيم بنحطها. دي حقيقة. بصي مش مشكله لو حاجه مش رجيم واكلنا حبه قليلين. بالظبط. ما خيرش حاجة يعني. بس الواحد يمسك نفسه بس. ايه رايك؟ شفتي المطبخ المصري ازاي؟ انا منبهرة، مع انا دايما كنت فاكرة ان الرز المعمر ده بقى بياخد بروسس بقى. ما هيخش الفرن بقى دلوقتي. يلا بقى ايه، نغطي معانا الفويل، نجيب واحده واحده كده ونغطيها.
تخليل الغوايش خطيرة، كله الفايب خطيرة، كل قليل. برضو المصريين كانوا معروفين قوي بالذهب وبيحبوا التخاليل دي جدا. ايوه ده جاهز. ده كان الحلو برضو. دي عندن ده خلاص خطيرة. اللي بعده هذا خلصنا. خش بقى واحد واحد كده ندخله الفرن. اوكي نزيع واحد. واللي بعده انا عايزه احط الحادق في ناحيه والحلو في ناحيه عشان ما اتلخبطش. الحلو ده الحادق والطاجن في النص. والطاجن في النص. صح كده بس كده تمام. وانا كده خلصت. النهارده كان يوم جميل قوي. عملنا بريم لحمه هنطلعه كمان شويه، ورز معمر حلو وحادق.